ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كفتة الفراخ والرز البسمتي، بس بالرز المصري العادي، وكان طعمه زي البسمتي بالظبط، بنفس الطعم واللون وكل حاجة. أول حاجة هنعمل الكفتة. هنجيب بصلاية متوسطة وقرن فلفل و3 فصوص توم، وهنفرمهم في الكبة. هناخد اللي احنا فرمناه ونصفيه كويس من المية، والمية دي هنستخدمها ما نرميهاش، هنستخدمها واحنا بنعمل الكفتة. هناخد بقى اللي احنا صفيناه نحطه في طبق، وناخد الفراخ. انا كنت عاملة صدرين فراخ، ممكن تستخدموا وراك برضو، بتبقى طعمها احلى بكتير. خدتهم وفرمتهم في الكبة، وبعدين هنزلهم على البصل والفلفل. بعد كده هضيف نص كوباية لية خروف، نص كوباية بقدونس، ومعلقة دقيق عشان تمسك الكفتة، ومعلقة ملح، معلقة كمون، ومعلقة فلفل أسمر، ومعلقة خلطة كفتة. ولو في أي بهارات عادي ممكن تضيفوا اللي انتوا حابينه. بعد كده بقى هجيب صينية أدهنها أي حاجة. أنا دهنتها قشطة، ممكن تدهنيها سمنة أو زبدة، أي حاجة. بعد كده جبت سيخ بتاع الشوي عشان أعمل بيه بقى كفتة، عشان متبقاش مكتومة كده. هصبعها، ومية البصل يا جماعة اللي قلتلكم عليها ديت هستخدمها بدل ما اجيب مية من الحنفية، عشان ايدي ما تلزقش في الكفتة، فبستخدمها كده ان انا ببل ايدي بيها. وهعمل الكمية كلها. بعد كده ادخلها الفرن تستوي، وهاجي بقى اعمل الرز. رز بالرز مصري عادي، ما نغسلهوش ولا اي حاجة. اهم حاجة يا جماعة ان الرز ما يتغسلش، يبقى بس نوع كويس. في حلة بقى على النار هنجيب معلقتين زبدة ومعلقة سمنة. بعدين هنضيف فيه الرز ونشوحه كده، وزي ما قلت يا جماعة ما تغسلوهوش، بس يكون نوع نضيف. ضيف بقى معلقة كركم كبيرة، ومعلقة بهارات رز الكبسة، وورق لورا، وشوية فلفل أسمر وكياري. بعد كده هنضيف المية مغلية، والمعدل بتاع المية مفروض يبقى زيادة شوية عن المعدل الطبيعي بتاع الرز المصري. متقلقوش مش هيعجن خالص. هنوطي بقى النار شوية، تبقى متوسطة على ما المية تتشرب، ولما تتشرب هنوطي بقى خالص. وده النتيجة النهائية يا جماعة. كان جميل جدا، وكان مكانش معجن خالص. وكان نفس الطعم ولون الرز البسمتي، والكفتة كان طعمها حلو جدا. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.